بلاغ عاجل: المغرب سيتقدم بطلب فرض عقوبات على الجزائر بعد قرار تعذر مشاركة المنتخب المغربي في شان الجزائر بسبب تعنت النظام الجزائري بعدم السماح برحلة مباشرة من مطار الرباط سلا إلى مطار قسنطينة. كشفت مصادر مطلعة أن المغرب سيتقدم بطلب فرض عقوبات على الجزائر بسبب عدم احترامها لدفتر التحملات بعدما تم حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين. وقالت ذات المصادر إن عقوبات ثقيلة منتظرة في حق الجزائر بسبب إقحامها قضايا وخلافات سياسية في المجال الرياضي إثر عدم الترخيص للمنتخب الوطني المغربي بالدخول جوا وبشكل مباشر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الشان. وتنص قوائم العقوبات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منع كل دولة أقحمت القضايا الرياضية بالسياسية من تنظيم أي تظاهرة رياضية لمدة 5 سنوات. ومن ضمن العقوبات المنتظرة منع الأندية الجزائرية من المشاركة في المنافسات القارية مع غرامة مالية على الدولة تقدر بنحو 400 ألف دولار.